الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ المحترم الفاضل رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل أستاذ عبد الإله الحلوطي، أخت الكريمة نائبة رئيس المجلس الوطني الأخت عذراء الإدريسي، الأخ نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، والإخوة والأخوات أعضاء المكتب الوطني للشغل، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للاتحاد، الإخوة الضيوف الكرام من وسائل الإعلام، والإخوان كذلك من الإدارة ومن الإدارة ديال هذا المركز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي نعقد هذا اللقاء مع هذه الأمطار الحمد لله التي تسقط في هذا الجو ديال الرحمة ديال الله تعالى، التي نسأل الله تعالى أن يغيثنا وأن يرحمنا وأن يسقي الضرع والزرع وأن لا يجعلنا من القانطين. نسأل الله تعالى أن يوحد كذلك كلمة المسلمين والأمة الإسلامية، وأن ينصرهم على عدوهم، وخاصة ونحن في هذه الأيام نعيش هذه المقاومة الباسلة، هذه المقاومة الأسطورية للشعب الفلسطيني أمام صرف الإدارة الأمريكية وأمام الاستعلاء للكيان الصهيوني وحلفائه. ونحن كذلك مقبلين على شهر رمضان المبارك، نحن تقريبا ما بقاش لنا الأسبوع بدات كتطلع علينا هذه النفحات ديال رمضان الأبرك، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه وأن يتقبلنا الله تعالى فيه أعمالنا الصالحة، وأن يجعلنا وأن يقدرنا على ما يجب القيام به في هذا الشهر المبارك. كذلك بهذه المناسبة ومجموعة من الإخوان اعتذروا، ولا مجموعة من الأخوات اعتذروا، كان فيهم اللي إما لعائق أو لظرف خاص أو لظرف عائلي، أو كاين اللي مثلوا شي واحد من العائلة ديالو، مثل الأخ عندنا مصطفى العلوي اللي حاضر معنا، اللي هو عضو المكتب الوطني واللي توفى كيظل العم ديالو حسب ابن عمه مبلغني. ثم كذلك عز الدين عن مسلمة السي عز الدين كذلك عن مسلمة توفى الاب ديالو. كذلك ما نساوش كذلك الاخ رشيد السودو توفت له الوالده ديالو مده الشرق، عفوا الشرق السودو. المهم في هذه المناسبه كنترحموا على جميع الاموات ديالنا وديالكم وديال جميع المسلمين والمسلمات، ونطلب الله تعالى كذلك يشافي المرضى ديالنا والمرضى ديالكم، ونطلب الله تعالى يرحمنا ويرحم هذه الامه ويرحمنا في هذه البلاد، حتى نبلغ رسالتنا التي خلقنا الله تعالى من اجلها. كنا كنعرفوها الحمد لله، هي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الاخوه الكرام، الاخوات الكريمات، والاخوان معنا حاضرين كذلك، الاخوان وسائل الاعلام مشكورين مع النفحات اللي تكلم عليها الاخ الرئيس بالمناسبه ديال انعقاد هذا اللقاء اللي حضر ليه ديال الجمعيه او الهيئه الدوليه لاعمار فلسطين. نحن بدورنا كذلك في المجلس الوطني هذا نوجهون من الرباط، من المجلس الوطني، من الاتحاد الوطني للشؤون المغرب، نوجه تحياتنا واعتزازنا وافتخارنا واجلالنا للشعب الفلسطيني بكل مكوناته. غزة غزة رمز العزة، 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 غزة غزة رمز العزة. هذه المقاومة، هذا الشعب الفلسطيني كما تفضل الأخ عبد الإله، الذي يوميا يعطي الدروس والدروس، وليس فقط بالنسبة لأفراد الأمة الإسلامية، أو الآن يعطي الدروس للعالم، يعطي الدروس للعالم في القيم، في الأخلاق، سواء في التعامل مع الأسرى،
سواء في التعاون مع الناس، سواء في التعاون مع المسجونين، سواء في التعامل حتى في التفاوض وكيفاش كيدير التفاوض وكيفاش كيسلم الاسرى ديالو، بالاضافه للدروس ديال الصمود وديال المقاومه وديال التضامن. تقريبا حوالي حنا واصلين تقريبا 15 كذا اللي حنا غاديين في 15 شهر ياك تقريبا ديال المقاومه اليوم، ولا زال الشعب متجدرا متشبثا بارضه. يقول لك انا بغيت نهاجر نمشي للقدس، هذه الهجره اللي عندي، لن اهاجر لاي دوله اخرى ولن اهاجر لاي منطقه اخرى. وبالتالي فهو يعطينا الدروس، تلو الدروس ويعطي للعالم وخاصه للمنتظم الدولي. هذا المنتظم الدولي دابا كيتشدق حقوق الانسان، حقوق الحريات، حقوق الاطفال، حقوق المراه، يكيل بمكيالين ما يجري اليوم في فلسطين وما يجري في غزه. شوفوا كيفاش كيتعاملوا الاوروبيين مع ما يجري في اوكرانيا وغيرها. وبالتالي فنحن اليوم امام سياق خطير، هو ان المنتظم الدولي تخلى عن رسالته وتخلى عن قيمه، ووجب على الشعوب وعلى الحركات ديال الحركات الشعبيه والحركات ديال المقاومه والفعاليات الاهليه من نقابات، من جمعيات، من مجتمع مدني، من احزاب سياسيه وغيرها، ان نتحمل مسؤوليتنا جميعا من اجل الوقوف امام هذا هذا الاستعلاء والتنكر للقيم. العالم اليوم الناس كلها منذ تاسيس هذه الامم المتحده في 48 وكذا، ومثلا كيقاوم وكيكافح باش يحقق مجموعه من الحقوق ومجموعه من المكتسبات. اليوم كنجيو في هذا العصر هذا كيجي الاجهاز على القيم الانسانيه، ياتي الاجهاز على القيم، حقوق الطفل، حقوق المراه، حقوق الشعب، الحياه، باش يعيش الانسان الحياه عيش كريم في الارض ديالو. هادشي كله تم الاجهاز عليه امام العالم ككل. وبالتالي نحن كذلك نتضامن كنقابه وكمركزيه نقابيه، نتضامن مع الشعب الفلسطيني ونتضامن مع الشرعيه الفلسطينيه ونتضامن مع كل المركزيات النقابيه في العالم من اجل ارجاع الحقوق لاصحابها، ومن اجل ارجاع الحقوق للشعب الفلسطيني لكي يقيم دولته كباقي شعوب العالم، لكي يقيم دولة فلسطينية بحدود آمنة بعاصمتها القدس، يعيش الأطفال والنساء والشيوخ والشباب يعيشوا كباقي الشعوب آمنين مطمئنين. وبالمناسبة هذه المناسبة كذلك نحن نطالب حكومتنا وحكومات الدول العربية والدول الإسلامية وحكومات العالم اليوم التي لا زالت لها علاقات مع الكيان الصهيوني أن تراجع هذه الاتفاقيات وأن توقف هذه الاتفاقيات مع هذا الكيان الصهيوني، وأن تحل مجموعات الصداقة اللي عندنا. كذلك احنا عندنا في المغرب مجموعة الصداقة البرلمانية، وأن يغلق المكتب الاتصال الإسرائيلي. وأن بالمناسبة ندير كذلك ما وقع في مراكش من استقبال وزيرة من الكيان الصهيوني، ونحن في اتحاد قلت الأخوة الكرام، نحن بما أن استعدينا جل هذا اللقاء كما قلنا مفعلا واحد المجموعة من المعاني التضامنية مع هذا الشعب الفلسطيني، فنحن جاءت هذه بالمناسبة في بداية هذا الاجتماع لا بد من التذكير بموقفنا وبمواقف الاتحاد الوطني للشعوب المغرب. وبالمناسبة ننوه نثمن كل الجهود اللي كتقوم بها الاخوان الحاضرين معنا اليوم اعضاء المجلس الوطني وجميع المناضلين والمناضلات ديال الاتحاد الوطني للشعوب المغرب في كل ربوع المملكه من مشاركتهم في الفعاليات التضامنيه مع الشعب الفلسطيني. والحمد لله المغرب يعتبر تقريبا الدوله الثانيه في هذا الموضوع ديال تنظيم الفعاليات ديال المسيرات والوقفات مع الشعب الفلسطيني، والمزيد والاستمرار من هذا التضامن ومن هذه المشاركة في جميع التظاهرات المساهمة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني. بالطبع كذلك
نحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبالطبع الحمد لله بعد التأمين العسكري والتأمين الميداني لأقاليمنا الجنوبية، وبالمناسبة الحاضرين كنحيي إخواننا الحاضرين معنا جاوا من الأقاليم الجنوبية من العيون ومن الداخلة ومن جميع الأقاليم الجنوبية كنحييهم رغم طول الطريق ورغم المشقة. فتحية لكم وتحية لكل الإخوان والأخوات المناضلين والمناضلات اللي جاوا من المناطق النائية من الشرق ومن الجنوب ومن الشمال كذلك. فتحية لكل المناضلين والمناضلات. الحمد لله بعد هذا التأمين العسكري والتأمين الميداني والتنموي لأقاليمنا الجنوبية، والحمد لله الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ينبغي اليوم الرهان على تأمين جبهتنا الداخلية وتفعيل الحل المغربي في الحكم الذاتي والدبلوماسية الدولية على الصعيد الإقليمي والإفريقي، والذي تحقق فيه منجزات مهمة بالمناسبة بقيادة جلالة الملك حفظه الله على المستوى القاري وعلى المستوى الأوروبي والأمريكي، وتشكيل هذه المبادرة ديال تشكيل المجموعة الأطلسية بمحورية المغرب. وبالمناسبة نحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نبقى دائما منافعين على قضية وحدتنا الترابية، سواء في هيئاتنا نحن المركزية والمجالية والقطاعية، وفي كل اللقاءات التأطيرية، وكذلك في المؤسسات التمثيلية في المؤسسات الدستورية، سواء في مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي وغيرها من المؤسسات التمثيلية. سنبقى مدافعين عن قضية وحدتنا الترابية ومرافعين عنها كذلك في المنظمات والمحافل الدولية. وبالمناسبة كلما شاركنا في أي ملتقى نقابي دولي في مجموعة من المحافل مجموعة من اللقاءات إلا وكنا دائما مدافعين ومرافعين عن قضية وحدتنا الترابية، قضية بلدنا الأولى. أيها الإخوة والأخوات، نحن نعقد هذا الاجتماع في سياق اجتماعي، وبالحقيقة كنت موجد واحد مجموعة من المؤشرات رقمية زعما باش نقنع الحاضرين والمشاركين معنا في هذا المجلس الوطني، ولكن كتظهر لي الرسالة وصلت بلا ما نعاود ما نحتاج. لأن علاش؟ لأن دابا وزير من الحكومة هو وقف كيقول لك عوض الله الغلا ما تغليوش على المواطنين، ما تغليوش. هو دابا الآن كيستنجد. إذا الآن حنا كنقابة وكمركزية نقابية منذ تقريبا منذ 2022 وحنا كنقولوا ديروا الغلا، رفعوا المواطنين، رفعوا الموظفين، رفعوا صحاب السميك، رفعوا صحاب السمار، رفعوا المتقاعدين، رفعوا الأراضي، رفعوا الحقوق ديالهم. هادشي حنا دائما كنا كنقولوه تقريبا خلال سنتين اليوم، وحنا كنقولوا هذه الحكومة عاجزة، حكومة عجزت، ما قدرش تسقف الأسعار، ما قدرش توجد شي حلول مثلا باش تطالب من هذوك الشركات سواء الموردة ولا المستوردة هذيك ديال المحروقات ولا ديال المواد الغذائية ولا مجموعة المواد ولا اللحوم ولا غيرها، ما قدرش تخفض من الهوامش ديال الأرباح ديالهم رغم الإقرار. دابا الإشكال دابا ماشي احنا اللي كنقولوا، رغم اللجنة اللي تصوت في البرلمان 17 مليار، ورغم مجلس المنافسة قالوا بأنه ما كاينش المعايير ديال المنافسة في المجلس وضعرهم داروا يخلصوا الدائرة، رغم هادشي كله الحكومة اليوم لا زالت متفرجة باستثناء هذيك 1500 درهم وهذيك 1000 درهم وهذيك 5% ديال السميك اللي زادوا 25 و 26. هذيك بالمقارنة الأسعار الصاروخية اللي الآن أجهزت على القدرة الشرائية ديال المواطنين وديال الأسر المغربية، باستثناء هادشي وحنا كنعتبروها غير كافية وغير مواكبة للأسعار المرتفعة
اللي تجاوزت تقريبا 200%، تجاوزت حتى 100%. كاين بعض المضائع اللي تجاوزت فيها 4%. وبالمناسبه هادشي اللي كنتكلموا عليه راه كتصرح به المندوبيه الساميه للتخطيط، راه قالت مجموعه من المؤشرات اللي كتعرفوها. يعني الاسر المغربيه صرحت تقريبا 87% صرحت بانه تراجع المستوى المعيشي ديالها 87%. هذا ارقام مهوله، 87% تراجعات. اذا اين هي هذه كتقول لك الدوله الاجتماعيه والحكومه الاجتماعيه عندها مقارنه اجتماعيه؟ هذا ارقام 87% من الاسر المغربيه تراجعت. اعتبرت يلا 9.2% اللي استقرت في الوضع ديالها، 3% فقط في المية، 8% هي اللي اعترفت قالت بانها تحسنت يعني نقول الوضعيه ديالها. اكثر من نصف الاسر 57.9% توقعت بانه يعني سيكون التدهور ديال المعيشه في 2024. كذلك صرحت 59.8% من الاسر بتدهور وضعيتها الماديه. اذا دابا الان مؤشرات واضحه، مؤشرات مقلقه، الحكومه معترفه. بالتالي اليوم حنا كنطالبوا حنا كمجلس وطني نطالب الحكومه، لازم نطالب ونذكرها مره اخرى بمناسبه هذا الانعقاد ان تتخذ اجراءات استعجاليه لتدارك ما يمكن تداركه يعني امام هذا الاجهاز على القدره الشرعيه. بالطبع كذلك حتى هذيك الفرضيات دابا اللي بنات عليها الحكومه القانون المالي ديال 2025 كيظهر لي راه اخوان الفلاحه حاضرين معايا، الخبراء والمهندسين ديالنا د الجامعه الفلاحه راهم حاضرين وراهم كيشوفوا عندهم هما ادرى مني بالارقام لان عندهم التخصص ديالهم المجال ديالهم. هذيك الفرضيات كيظهر لي تراجعت. ياك الارقام اللي كانوا كيتوقعوها ديال الحبوب اللي المنتوج ديالنا د الحبوب هذاك الشيء كله نطلبوا الله تعالى يرحمنا. وبالتالي فضروري اليوم سيكون مطالب للحكومه اليوم بمراجعه هذيك الفرضيات ديال القانون الماليه. بالطبع الاخوان ما نتكلموش عن شي حاجه اللي شفتها ديال الوضع الصحي ديال يعني التراجع ديال الوضع الصحي ديال بلادنا وانتشار الاوبئه. الله يحفظ هادشي دابا اللي بدا كينتشر اللي بعد كان تراجعات ولكن دابا الان بدات عاوتاني مره اخرى. كاين الموضوع ديال الاختلالات في التنزيل ديال الورش ديال الحمايه الاجتماعيه، انتم كتشوفوا لا زالت المعاناه في الموضوع لا ديال الدعم ولا ديال التغطيه الصحيه ولا غيرها، تاخر البطء في اصلاح المنظومه التعليميه، ارتفاع المؤشرات ديال البطاله الان راكم عارفين 13.8% الرسمي والاحصاء 21.8%، المؤشرات مرتفعه في الخريجين ديال سواء المهندسين ولا الاداره ولا الاطر. ودابا الان ما بقاش حتى الشباب المكون ديال التكوين المهني باك بليس 2 ولاو يطمعوا لنا فيه الدول الاوروبيه ولاو يطمعوا لنا فيه. دابا كلشي ولا يهاجر يعني حتى التكوينات نقولوا ديال باك بليس 2 حتى هما يعني ولاو مطلوبين. وبالتالي هناك تهديد اليوم، تهديد بشري ماشي على ديك النتائج ديال الاحصاء راكم شفتوها ديال التراجع ديال النسب ديال الاطفال مع الاسره اليوم، لا تناقص ديال الاسر ولا كذلك تراجع وهادشي ديال الهجره ديال الاطر والكفاءات خارج البلاد. اخوان اليوم العنوان ديال الوضع السياسي والحكومي في بلادنا يمكن لنا نقولوا دابا الان هي بدات الاعترافات وبدات الانتخابات ديال 26 بدات كتطلع علينا كما كنقولوا يعني بالمقدمات ديالها والارهاصات ديالها. هناك ارتباك حكومي اليوم. العنوان حنا عطينا عنوان خفيف شويه سميناه ارتباك حكومي في التعاطي مع التنزيل ديال الاصلاحات سواء في مدونه الاسره. راكم شفتوا التعاطي المرتبك اللي وقع في هذا الشيء كيفاش يقدموا الاصلاحات للاسره لا التقديم ديالها ولا في المعالجه الحكوميه. وراكم شفتوا التعاطي ديال المجتمع بجميع الالوان ديالو بالسكيتشات والمسرحيات وكل شيء. راكم شفتوا كيفاش جاوب المجتمع المغربي مع هذا الشيء. رافضا مجموعه من يعني لو نقولوا الامور اللي جات اللي ربما بعض الاقتراحات اللي كنطرحها لوزير العدل او اللي كنطرحها كذلك بعض المكونات ديال الهيئه ديال اللجنه اللي كانت مكلفه بهذا الموضوع ديال المدونه. وهناك ارتباك كذلك مكونات اغلبيه في الدفاع عن المنجزات ديال الحكومه. دابا راه ما بقاوش كيدافعوا على المنجزات، كل واحد راه كيتكلم على القطاع ديالو، كل واحد كيدافع على القطاع ديالو وكيحمل المسؤوليه الاخرى. اليوم بالمناسبه بداو كيستحضروا
الانتخابات المقبله وبداو كيتواصلوا كيجمعوا الى اخره في 2026. بدات الملامح ديال بعض التحالفات وغيرها، ما ندخلش انا فيها في التفاصيل. سانتقل مباشره للمشهد النقابي. اليوم المشهد النقابي هو اليوم نبغي نقول محاوله ديال التراجع وديال الايجاز على المكتسبات الحقوقيه والاجتماعيه ديال النقابه. داكشي علاش عملنا هذا العنوان. اليوم هناك محاوله اجهاز على مجموعه من الحقوق والمكتسبات ديال النقابات. الاول ديالها هو الاضراب. نبداو بهذه النقطه الاولى ديال الاضراب كحق دستوري وحق كوني اللي الحمد لله الاتحاد الوطني للشغل المغرب بذل فيه منذ اول يوم، بذلنا فيه جهد من اجل الترافع، سواء نحن كمكتب وطني ولا كذلك الاخ خالد السطير والاخت لبنى العلوي في المجلس المستشاري، من خلال التعديلات اللي قاموا بها ومن خلال كذلك عمليه التصويت بالرفض ديال هذا المشروع ديال القانون. وحنا كنعتبروا هذا القانون هذا هو حق لا يمكن ان نتنازل عليه. وبالمناسبه الحكومه مشات كتجري بسرعه باش جات المشروع ديال القانون، في حين راه عندها دراسه قدامها ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي دارته في 2012 دارت شنو هي الاسباب ديال هذه النزاعات الاجتماعيه في الخلق ديال القانون، سواء من المشغل سواء من المقاولات سواء من الحكومه. وبالمناسبه هذه الاضرابات اللي وقعت الاخرى ديال طلبه كليه الطب وديال الاساتذه رجال التعليم ورجال الصحه، شكون السبب فيها؟ راهي الحكومه، راهي اللي كتسبب. اذا خصها بعض ما تعالج تجي تقول راه بدينا نعالج هذه الاسباب اللي كتسبب، لان المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي تقريبا راه فصل في هذا الشيء، دار واحد الراي فصل شنو هي الاسباب ديال النزاعات وطالب بواحد الخط ديال واحد الفضاء ديال الحوار وديال الرقي يعني بهذا الحوار بين المركزيات النقابيه وبين يعني بين الاداره وبين المشغلين. ولكن هما مشاو بسرعه كيجيبوا على المستوى التشريعي فقط، في حين كان خصهم يعالجوا الاسباب اللي ادت لهذه الاضرابات والاسباب اللي كتعدي وتبدا راسها هي ولا الحكومه. الحكومه المالك في 2015 يعني طلب من الحكومه انذاك يقول لك هذا الموضوع ديال الاضراب خصك تفتحي فيه واحد الحوار شامل ويكون فيه واحد التوافق. ما مشاتش الحكومه هذا التوافق، مشات لهذه المقاربه ديال الاغلبيه العدديه ديالها اللي عندها الحكومه ونزلته مباشره. راه حنا بالمناسبه حنا كاتحاد راه ما عيطونا حتى نوزن المشروع في مجلس النواب، حتى طلبوا الراي ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حتى طلبوا الراي ديال المجلس الوطني ديال حقوق الانسان، وعاد طلبوا منهم هما ذكروا مره اخرى بان ضروره فتح النقاش مع المركزيات النقابيه. عاد انذاك راكم تبعتوا معنا اللقاءات اللي عملناها مع وزاره الشؤون. اما في الاول في المقاربه اللي داروا راه جاو مباشره مع ثلاثه النقابات اللي كيجلس معاهم رئيس الحكومه، كيجلس معاهم كيجيب هذاك الشيء ويجيبوا، سواء داروا في قانون النظام الاساسي ديال التعليم، داروا كذلك دابا في الاضراب، حنا داروا الكلوس مع السيناساس، وحنا ما عارفينش دابا عاوتاني اش غادي نجيبوا في هذا الموضوع ديال التقاعد، وما عارفينش كيفاش غادي نجيبوا في امور اخرى. وبالتالي حنا كنعاودوا نذكروا من خلال الاخوان معنا في المجلس الوطني، كنعاودوا نذكروا الحكومه بضروره مراجعه مقاربتها التغيريه، مقاربتها الاقصائيه للاطراف النقابيه، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحتى لا كما كيقولوا كان فيه واحد شويه من بعد هذا الشيء كيديروا الاخوان ديال الفلاحه كانوا جايبين النسبه ديالهم وكل شيء. اخيرا تقبل هذا الاضراب عاد في الاخير عاد يعني فتحوا مع الحوار كحوار قطاعي. اما لحد الان حنا كمركزيه في الحوار المركزي مازال رئاسه الحكومه مازال ما بغاتش تنازل او تراجع المقاربه ديالها. الاخوان الكرام بالمناسبه والاخوات كونوا واضحين، حنا اليوم كما قال الاخ الرئيس المجلس الوطني هذه محطه تاريخيه ومنعطف تاريخي بالنسبه للحقوق ديال النقابات، وبالخصوص هذا يعني الحقوق ديال العمل النقابي، سواء في التغطيه الاجتماعيه سواء في الشيء ديال الاضراب. الى مشينا تخلينا كمركزيات نقابيه كفعاليات نقابيه على هذه الحقوق ديالنا، راه ما يبقى ليناش كما كيقولوا باش ما بقالناش اليات باش نناضوا. خصوصا اليوم حنا في هذا العزوف دابا عرفتوا الخطه اللي وقعت قبل، وقع يعني التبخيص ديال جميع ديال المؤسسات الوسيطه من احزاب من جمعيات من نقابات وغيرها. دابا اليوم الى زولوا لنا هذه القضيه ديال الاضراب، الى ما بقاش هذا الاضراب وكبرونا فيه، بما سنحقق المطالب ديالنا اليوم.
راه ما بقى حتى آلية، لأن هادشي دابا اللي وقع، الملفات اللي وقع فيها راه تحاورنا وجلسنا وتفاوضنا وكلشي، وفي الآخر ما لقينا حتى حل. في الآخر رجال التعليم مشاو للإضراب، رجال الصحة ما مشاو دابا الآن أو ما باقي الإضراب. إذا أي آلية من بعد راه ما بقاش. إلا تحيد الإضراب، إذا راه غيولي المشغل غيولي يدير اللي بغا في الشغيلة، والإضراب ما يمكنلكش ديرو وصافي غيعتمد القرارات ديالو. وبالتالي يجب أن نتشبث، بغيت نقول للإخوان والأخوات اليوم كمناضلين ومناضلات في الاتحاد الوطني للشؤون المغرب أن نتشبث بحقوقنا الدستورية، حقوقنا الاجتماعية، في الحريات، في الديمقراطية. وبالتالي نحن مرة أخرى نرفض هذا القانون ديال الإضراب، كنعاودوا نذكروا بها، وسنبقى دائما رافضين هذا القانون. واخا دابا نمروه في مجلس البرلمان ولكن سنبقى رافضين له، وسنعمل بكل ما أوتينا من وسائل قانونية. اليوم ننتظر المحكمة الدستورية، ننتظر احنا نتمنى أن تكون المحكمة الدستورية يعني مناسبة للتراجع، وتكون مناسبة كذلك للحكومة لمراجعة المقاربة ديالها. ولكن احنا كذلك سنتخذ مبادرات سواء من داخل الجبهة اللي شكلناها والتنسيق معهم. وبالمناسبة كنحيي الإخوان اللي يعني معنا في المكتب الوطني اللي كيحضروا لهذه اللجنة ديال هذه الجبهة، اللقاءات ديال الجبهة، لا السيد حمان ولا السي حميد بن الشيخ ولا كذلك السي فيروز الراني، كذلك السيد حبيب الراني، يعني الثلاثة اللي كيمثلونا في هذه الجبهة. وسنواصل العمل معهم، وسنواصل التنسيق في كل المبادرات التي يجب أن نعملها من أجل الحفاظ على هذا القانون ديال الإضراب. بالمناسبة كنعاود نكرر لكم متبعين الصراحة ديالي، كنعاود نكرر، نحن لسنا ضد تنظيم الإضراب، نحن لسنا ضد تقنين حق الإضراب، ولكن نحن ضد التكبير. ولذلك كنقول دائما المقاربة الديمقراطية. حنا الآن ملي كنبغيو نديرو مسيرة دائما كنستشهد بها، كنبغيو نديرو مسيرة فاتح ماي، نبغيو نديرو أي مسيرة أخرى ولا شي حق وقفة احتجاج إلى آخره من الأمور اللي كتطلب منا التصريح، كنمشيو نصرحوا 3 ديال الناس قبل 48 ساعة، كنصرحوا 3 كيمشيو كيحطوا الأسماء ديالهم كنمشيو نديرو المسيرة. علاش ما نمشيوش بهذه المقاربة حتى في الإضراب؟ علاش ما يمشيوش 3 ديال الناس مسؤولين؟ إلا كان عندي مكتب نقابي راه الكاتب المحلي ولا ديال النقابة اللي كاين تما هو اللي يعمل تصريح، أو 2 ديال الناس ولا 3 مشيو بمقاربة هكذا، مقاربة حقوقية، مقاربة ديال التصريح، وليست مقاربة طلب الترخيص. وبالتالي احنا يعني كنعاود ننبه الإخوان والأخوات بأن نحن مقبلين على مرحلة دقيقة، وخصنا نبقاو في المجلس الوطني يعني نقولوا ثابتين صامدين من أجل مجموعة من الفعاليات اللي ممكن أننا نقبلوها. بعض مكونات الجبهة راكم شفتوا كيقوموا بمجموعة من المبادرات، نحن كاتحاد كذلك سنقوم بمجموعة من المبادرات وسنقترحها على المكونات ديال الجبهة من أجل تفعيلها ومن أجل تنبيه الحكومة أننا نفس الشيء بالنسبة كما رفضنا القانون ديال الإضراب، كذلك المشروع ديال القانون الآن اللي مطروح في مجلس المستشارين، قانون ديال الكنوبس مع السلاسس، رحنا كذلك بصدد المناقشة ديالو. وبالمناسبة نحن لا تنازل على المكتسبات ديال الشغيلة، لا تنازل على المكتسبات ديال الموظفين، لا تنازل على المكتسبات ديال السلاسس. هذاك الشيء اللي في السلاسس إلا كاين شي حاجة مزيانة نحتفظوا بها، ولا كاين شي حاجة في الكنوبس غنبقاو متشبتين بها، وخص الناس ديال السلاسس يستافدوا منها كذلك. وبالتالي هذا هو التوجه ديالنا اللي حنا غاديين به ان شاء الله الرحمن الرحيم، لانه راكم عارفين المشكل ديال التعويض على الادويه والنسب راه مختلفه بين السلاسل والكروبس، كذلك الوضعيه ديال المنخرطين وغيرها. وبالتالي في هذا الشيء حنا بالمناسبه راه كاين توصيات حنا ان شاء الله ناقشناها في القبيله في اللجنه ديال التوجهات، كاين واحد المجموعه من التوصيات سنتناولها في التقرير فيما بعد. كذلك الموضوع ديال التعاضديات، المدونه ديال التعاضد يعني كذلك سنطالب بضرورة مراجعتها. وفي نفس الوقت هذه مناسبة كذلك كما مشات الحكومة وصرعت وجاية كتجري جايبة لنا ذاك المشروع ديال القانون ديال الإضراب، نرجع لنا القانون ديال النقابات. أين هو قانون النقابات؟ أين هو القانون ديال الانتخابات اللي كنتكلموا ديال المندوبين ديال اللجان
المندوبين واللجان الثنائيه. ايضا هو كذلك موضوع ديال تحييد مدونه الشغل، واحد المجموعه ديال الترسانه التشريعيه اللي خصها تصلح بها واليوم كنطالبوا الحكومه بالمناسبه انها تفتح هذه الورشه ديال اصلاح مدونه الانتخابات ديال المأجورين. وبالمناسبه كنعاود نذكر الاخوان قدمنا مذكره 2021 حنا مع 4 النقابات، كنا 5 تقريبا النقابات، قدمنا مذكره كنطالبوا فيها الحكومه باش تعدل هذيك الترسانه التنظيميه اللي كتنظم الانتخابات ديالنا ديال المندوبين وديال اعضاء اللجان الثنائيه. اخواني اخواتي، هذه بعض القضايا اللي الان اللي مرتبطه بالوضع السياسي والوضع الاقتصادي والمشهد النقابي، وبالطبع بسرعه ساعالج على النقاط القضايا ديالنا على مستوى الاتحاد الوطني للشغل المغرب، واللي كما قلت لكم احنا اليوم يعني كمكتب وطني. وبالمناسبه الحمد لله الديناميه النضاليه اللي عشناها واللي كنعيشوها في الاتحاد الوطني للشغل المغرب، سواء على المستوى الجهوي والمجالي، سواء على مستوى الجامعات والقطاعات والنقابات، هذه كله الحمد لله بفضل واحد الجهود ديال مجموعه الاخوان والاخوات، سواء اللي في المكتب الوطني للاتحاد، سواء اللي في القطاعات والجامعات النقابيه، سواء كتاب جهويين واقليميين ومحليين، وسواء يعني جميع المناضلين والمناضلات في جميع القطاعات. فكنعاودوا ان شاء الله الرحمن الرحيم كنوبوا بالدور ديالكم جميعا، وكنطالبوا مره اخرى بمواصله النضال والترافع على الحقوق والمكتسبات الدستوريه، وكنعاودوا نتمنوا ونشدوا على يد الاخ السي خالد والاخت كذلك لبنى في النضال وفي الترافع مجلس المستشارين. احنا كذلك بالطبع احنا كنحضروا في جميع الحوارات واللقاءات اللي كيجريوها الاخوان على المستوى يعني القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات العموميه، وكيشاركوا الاخوان في التفاوض وكيحققوا مجموعه من المنجزات. وبالمناسبه احنا كنحيوا بالمناسبه لان اخيرا كنا مع الاخوان ديال الفوسفات الجامعه يعني الوطنيه ديال قطاع الفوسفات، وحاضر معنا السي صديق مخشان اللي كانت مناسبه كذلك عرض البروتوكول او الاتفاقي اللي وقع بين الاداره ديالهم يعني الشغيله والمركزيه التنسيقيه المركزيه النقابيه. وكان كذلك بالمناسبه كذلك كنرحبوا لان كانت مناسبه كنرحبوا واحد المجموعه من المناضلين والمناضلات اللي التحقوا بالاتحاد الوطني للشغل المغرب من احدى المركزيات النقابيه الاخرى. وهذه الحمد لله هذه بغينا نقولوا مؤشرات ومؤشرات، وفي نفس الوقت كنعاود نقول الاخوان ونطمئن الاخوان اننا خصنا نتجاوزوا ديك الصدمه ديال 2021، ما يبقاوش الاخوان راهنين ومسجونين فيها. اليوم خصنا نتجاوزوا. راه فين هو السيد عنون مشكور جزاه الله خير الكاتب الجهوي وعضو المكتب الوطني في الجهه ديال بني ملة تادا، راه وصل لنا واحد المجموعه ديال الاخبار اللي استطاعت اللائحه ديالنا ديال الاتحاد الوطني للشغل المغرب في الاعمال الاجتماعيه في المؤسسه الاجتماعيه ديال المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي انهم الحمد لله حصلوا على مراتب متقدمه. وهذا الحمد لله كنعتبروه ثقه وكنعتبروه تكليف للاخوان ديال الاتحاد الوطني للشغل المغرب. وبغينا الاخوان والاخوات هي فعلا كذلك كذكرنا الاخ الرئيس مجموعه من الاخوان اللي التحقوا كذلك بالاتحاد في جهه الدار البيضاء وفي مجموعه من الجهات وفي مجموعه من الجهات. وذكرني الاخ الرئيس بالنقابه الوطنيه يعني كانوا الناس بلا ما نذكروا الاسماء ديال المركزيات النقابيه الاخرى اللي كانوا معنا. المهم الان هذول التحقوا بنا، وهذه الحمد لله الا بغينا نقولوا مبشرات خير ومؤشرات على ان الاخوان ديالنا الحمد لله راه بداوا يسترجعوا عافيتهم ويسترجعوا. بغينا نقولوا الحمد لله يعني تخطينا شي شويه واحد المجموعه ديال الاشكالات ربما كانت مطروحه مع المواقف. احنا كنشتغلوا بالمناسبه في 5 ديال المحاور
اللي خرجنا بها في المخطط ديالنا استراتيجي ديال الاتحاد. كنخدموا على مستوى الترافع النضالي، وكنخدموا على مستوى التكوين والتأطير، وكنخدموا كذلك على الهيكلة والتنظيم، وكنخدموا كذلك على مستوى التواصل والإعلام والعلاقات العامة، ثم الجانب التعاضدي والاجتماعي. في هذا الإطار هذا حنا هذه السنة هذه خصنا الأمور اللي مرتبطة بالهيكلة والتنظيم، وعملنا حملة تواصلية مع الأقاليم ومع الجهات. حضرنا الحمد لله المجموعة من الجهات اللي يسر الله تعالى أننا تواصلنا معها في هذا الإطار. الجهة ديال فاس مكناس كانت هي الانطلاقة اللي كانت عندنا، ثم انطلقنا مع الجهة ديال الشمال كذلك، والجهة ديال الدار البيضاء، ثم الجهة ديال الرباط، والجهة ديال تالة بني ملال، ثم الجهة ديال مراكش، ثم الجهة ديال أكادير. بقى لنا كذلك الجهة الأخيرة الجهة ديال درعا تافيلات. بقى لنا الجهة ديال الشرق والجهة ديال قلميم والجهة ديال العيون والداخلة. هذو إن شاء الله الرحمن الرحيم بعد المجلس الوطني إن شاء الله نبرمجوا معهم كذلك اللقاءات ديالنا. والهدف من هذه الحملة التواصلية وهذه اللقاءات التواصلية هو استكمال ما يمكن استكماله من المكاتب الغير مهيكلة، أو كذلك الدفع والترميم إذا كان وتفعيل بعض المكاتب ونقولوا اللي كتعرف بعض التعثرات وبعض بعض الاختلالات. فهذا هو الهدف ديالنا من هذا الاجتماع. وبغينا الإخوان اللي حاضرين معنا الوحدة والتضامن بغينا يكون الوحدة والتضامن بغينا يكون الوحدة والتضامن بغينا يكون بالمناسبة كنحييو الإخوان. باقي مصطفى باقي الوقت. قلت الإخوان بالمناسبة كنحييو مجموعة من الإخوان اللي سهروا الأخير في الأيام الأخيرة على نقولوا تجديد بعض المكاتب الإقليمية ديال الاتحاد، ولا بعض المكاتب الجهوية ديال بعض القطاعات. هذا الشيء وقع كذا بالنسبة للإخوان ديال العدل ياك أخيرا العرايش في الجهة ديال أو في طنجة عفوا جهة العدل في طنجة، واخا كذا العدل الأسبوع الأخير. الإخوان كذلك في بالنسبة للحسيمة كذلك المكتب الإقليمي للاتحاد، والإخوان كذلك الجامعة ديال التعليم كذلك، وثم كان الأخ من الجامعات المحلية اللي عقدوا كذلك تجديد المكتب اللي كان عندنا في السطات ياك تجديد مكاتب إقليمية وجهوية سي خالد. إذا مجموعة من المكاتب الإقليمية والجهوية اللي هذه بالمناسبة أنا كنعطيكم مع بعض الأخبار بسرعة باش بغينا نقول لكم زعما أن خص الإخوان خصنا نتعاونوا جميع على تفعيل هذه الدينامية والاستمرار في هذه الدينامية، لأنه دابا هذه السنة حنا باش نقول لكم واضح حنا دابا ما عندناش انتخابات، طبعا عندنا بعض الانتخابات هنا وهنا، ولكن بغيناكم دابا الآن نتعاونوا جميع على استكمال الهيكلة، نتعاونوا جميع على تفعيل المكاتب الإقليمية والمكاتب الجهوية اللي غير مفعلة أو متعثرة. بغينا الإخوان كذلك والأخوات ديالنا كذلك نديروا واحد الحملة إعلامية تواصلية مع الإخوان اللي كانوا معنا وتوقفوا أو للنظر لسبب من الأسباب. بالمناسبة الأخ حميد بن الشيخ معنا هو صاحب المبادرة، حتى لا ننكر الفضل كما يقولوا أهله. عرض علينا مقترح ديال تجديد ميثاق الأخوة، عرض علينا في الكتاب الوطني وناقشناه في المكتب الوطني وتبنيناها الحمد لله في المكتب الوطني وأخبرناكم بها في مجلس التنسيق. وقلنا في هذا الإطار الحملة التواصلية نعقدوا اللقاءات مع مجموعة من الإخوان، والحمد لله بدأت المبادرة بديناها في فاس وبديناها في الدار البيضاء وبدينا كذلك بني ملال ومجموعة من الجهات. رحنا بدينا بغينا الإخوان دابا الآن والأخوات وفي القطاعات كذلك الإخوان والأخوات ينخرطوا معنا. أنا كنذكركم على بعض الأوراش اللي حنا كنعملوا على مستوى المكتب الوطني باش الإخوان المسؤولين الجهويين والمجاليين والقطاعيين ينخرطوا معنا في هذه المبادرات وفي هذه باش ننجحوها، لأن بدون الإخوان والأخوات المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني لا الكتاب ما يمكن لناش ننجحوا في هذه المبادرات. يمكن لنا نجيبوها من المكتب الوطني ولا من الأمانة العامة ولا كذا، ولكن بدون خراط الإخوان والأخوات في هذه الأوراش راه ما يمكن لناش ننجحوا. بغينا الإخوان يسرعوا هذه العملية ديال الهيكل والتنظيم هذه السنة، لأنه ما كاينش استحقاقات بغينا نقولوا الانتخابية، وبغينا راه حنا بهذا الشيء هذا حنا كنوجدوا، لأن بهذه الهيكلة والتنظيم وكذا راه حنا داخلين في الورشة ديال الإعداد. لأن بالمناسبة راه ما يمكن لناش نشارك في الاستحقاقات الانتخابية وأنا ما عنديش
مكتب اقليمي وما عنديش مكتب محلي في شي اقليم ولا كيفاش نشارك، وما عنديش ما مجددتش مكاتب ديال الجامعات المحليه. انا كنعاود نركز شويه معكم على القطاع الخاص والجامعات المحليه، على انه باقي لحد الان هذا القانون اللي عندنا راه الانتخابات باقي يعني واخدين هاد هما الاولين في الحصه ديالهم. وبالتالي بغيت الاخوان هذه المناسبه كنعاود ناكد الاخوان في القطاعات ما يتموش على القطاعات، نربطوا العلاقات مع القطاع الخاص. الاخوان اللي مهيكلين وعندهم القطاع ديالهم ما يتموش على القطاع ديالهم، نتواصلوا مع اعضاء الكتابات المحليه او اللي في ديال الجامعات المحليه كنقصد، نربطوا السند ديالنا من الان. اللي عنده شي شركات مرتبطه بالقطاع ديالو يهتم به ويتواصل به. اذا قلت الحمد لله الديناميه النضاليه اللي عرفها الاتحاد وهذه المبادره الجديده اللي عملنا ديال تجديد ميثاق الاخوه. بالمناسبه حنا جددنا لان الحمد لله الشعار ديال الاتحاد من النهار الاول الدكتور عبد الكريم الخطيب راه تاسس لهذا الشيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير انقطع وانفصل. حنا مجموعين من بعد واحد 52 عام ملي تاسست هذه البذره هذه، وبالتالي خصنا ان شاء الله الرحمن الرحيم نواصلوا هذه الاخوه. ما عندناش نتنازعوا، انا بالمناسبه ما كنعرفش انا علاش ما عندناش نتنازعوا. الاخوان حنا كنجيو نتعاونوا على الخير وكنتعاونوا على النضال وكنبذلوا الجهود ديالنا لاجل الدفاع عن الفئات المضروره والفئات المظلومه والشغيله اللي شادة الحقوق ديالها. اذا علاش نتنازعوا؟ ما كنجيو كنتعاونوا اذا انا جاي نتعاون معاك ونتنازع معاك علاش غنضربوا؟ وبالتالي الاخوان الله يجازيكم بخير، راه التنازع يساوي الفشل، راه هذا هو العنوان، التنازع يساوي الفشل. وبالتالي الله يرضي عليكم الله يجازيكم بخير، نحاول ما يمكن ولا تنازعوا فتفشلوا، هذه المعادله الالهيه. وبالتالي الاخوان الله يجازيكم بخير، هذه مناسبه مره اخرى اناشد الاخوان والاخوات الله يرحمكم وليدي، حنا مقبلين على رمضان، اللي عنده شي شويه في قلبه تجاه شي واحد هذه مناسبه نتسامحوا ونتغافروا ونصلحوا بعضياتنا وعافى الله كما يقول عنا سلف ونمشيو ان شاء الله قدام. اذا الاخوان الكرام الاهتمام كذلك في هذا الاطار. انا قريب نختم الاخوان قريب شويه لان خصنا نوقفوا الاستراحه. كاين الاهتمام بالفئات الاجتماعيه كالنساء والشباب والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصه، هذه راح نوجدوها، هذا العنوان. الحمد لله خلال الفتره هذه كانت مجموعه المبادرات، وبالمناسبه كنحيي الاخوان في اللجنه المركزيه للعمل النسائي اللي الحمد لله ساهموا معنا في مجموعه الاوراش، خصوصا كنتكلم على المدونه ديال الاسره المذكره. بالمناسبه توصلتوا بها ياك هشام؟ فين هو هشام؟ لان كانت بعض المجموعات انا قلت لهم نعطيها لكم المذكره اللي قدمها الاتحاد حول مدونه الاسره. راه قلت لهم بزاف المجموعات ديال المجلس الوطني لان عطاها الكتاب الجهويين وعطاها كذلك الكتاب الاقليميين، ولكن المجموعه ديال المجلس الوطني راه طلبتو باش تعمم، وهذه في الحقيقه راه خصها تكون، لان قبيله كنا كنتكلموا في اللجنه، هذه خصها تكون موضوع ديال ورشه تكوينيه لا على مستوى الاخوات، راه موضوع الاسره راه خصنا كيهمنا كامل. خص المكتب الاقليمي للاتحاد ولا المكتب الجهوي للاتحاد ولا قطاع نقابي ننظم واحد اللقاء ونقدموا هذه المذكره، نقدموا اي اخ الحمد لله واي اخت يمكن لهم يقدموها، يمكن لهم يعرضوها، وحنا مستعدين نساهموا معكم كذلك في التأطير في هذه العمليه هذه. وبالمناسبه كنرحبوا باسمكم معنا الاخوان اعضاء المجلس الوطني بالاختين، الاخت لبنى العلوي والاخت الاخت لبنى العلوي مستشاره في مجلس المستشارين، ثم كذلك الاخت كريمه منشح والاخت نائبه الكاتب الجهوي الدار البيضاء، ثم كذلك الكاتبه الوطنيه للجامعه ديال الاسكان والتعمير. ياك اذا كان تم الحاقهم بالمكتب الوطني كنرحبوا بهم في الفريق ديال المكتب الوطني، ونتمنى الله تعالى يوفقنا ويوفقهم. تحية لضالي المرأة النقابية، المرأة النقابية، تحية لضالية للمرأة النقابية، المرأة النقابية. أختنا العلوي اعتذرت بسبب مرض الأم ديالها، الإخوان خبروني بها. ومن بعد الإخوان أنا قلت راه كاين بعض الاعتذارات، الأخ السي عبد الإله الرحمن كيذكرني بها، شكون هذا؟ قلت له الأخ مهديوي. إذا مجموعة من الإخوان الاعتذارات ديالهم
راه كيرسلوها الاخوان في الاداره ومشكورين، نطلب الله تعالى ان يكون المانع خيرا. اذا قلت بالنسبه للمراه، بالنسبه لقطاع النساء، يعني احنا وضعنا البرنامج انتم غتشوفوا من بعد مجموعه من الاجراءات باش نقويو الحضور ديال النساء والشباب في الهياكل ديال الاتحاد، وراكم شفتوا الفعاليه اللي درنا بالنسبه للشباب ديال تشكيل اللجنه المركزيه ديال الشباب، ثم عملنا الملتقى الوطني ديال الشباب العامل في الاتحاد الوطني للشغل المغرب، ثم كذلك عملنا اللجنه ديال المتقاعدين. بالمناسبه حنا ما باغيش نفرطوا في المتقاعدين، راه لا تقاعد في النظام، النظام ما فيش تقاعد. ايوا هذا خصكم تكونوا عارفين، ما كاينش تقاعد. مشتا دار بها وحاضر مشتا تبارك الله السي اسي مشتا اسي مشتا لا تقاعد في النظام. الحمد لله حنا الحمد لله رجعيتنا اسلاميه. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك لا ان تكون في يدك تكون شي فسيله وتقوم الساعه. راه ما كاين اكثر من هذه، ماشي غير تقاعد، الساعه غتقوم، ماشي غير زلزال ديال 5.7 ولا 6. هذه الساعه طيب كيقول لك غرس، هذه مع الفلاحه هذه كتعطروا بها عجبات السي حسن، هذه كنعطروا بها الفلاحه. غرس سوف اكلنا ونغرس سوف ياكلون. وبالتالي فاحنا ما كاينش تقاعد في النظام، وبالتالي الاخوان نبقاو مناضلين ان شاء الله، والاخوان المتقاعدين نعاودوا يشتغلوا معنا ويقدموا لنا ما يمكن تقديمه للاتحاد. ثم كذلك الحمد لله الدكتور رضا شاروف تم تكليفه بهذيك واحد المسؤوليه هي شويه صعيبه، ولكن صور معنا فيها، وهو لجنه من ذوي الاحتياجات، لجنه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، مجموعه من الاخوان الحمد لله في هذه القطاعات. وحنا تكلمنا على مجال استراتيجي هو ديال التعاضدي والاجتماعي، فقلنا نقوموا بهذه المبادره. كاين مبادرات عملها مجموعه من القطاعات، ومبادرات عاملها مجموعه من الجهات. السي احمد التايكي جزاه الله خير، السي محمد التايكي راه عنده واحد المبادره في الجهه ديالو في الرشيديه، واحد الجمعيه ديال الاجير، والحمد لله كيقوم بواحد العمل اجتماعي كبير. الدكتور رضا شاروف هو نائب الامين العام مكلف بالحمايه الاجتماعيه، هو اللي عطينا هذه الورشه مع مجموعه من الاخوان، مجموعه من القطاعات ونقولوا هما رائدين هما في هذا المجال. وبالطبع راه عندنا اخوان في المؤسسات ديال الاعمال الاجتماعيه، فهذه مجموعه من المجالات بغينا كذلك نشتغلوا عليها داخل الاتحاد. هذا الاخوان والاخوات هي بعض النقط التي وددت ان اتقاسمها معكم في هذه الجلسه الافتتاحيه. بالطبع كان عندنا واحد المقترح، لان حنا نجيو ملي يجيو التقرير الادبي غنجيو نقدموه، غنقول لكم شنو تقريبا التفاصيل درنا. ولكن دابا هذه الان الا بغينا نقولوا كلمه في الجلسه الافتتاحيه ديال الامانه العامه والتقرير كما سماه الاجتماعي. اعتذر اذا كنت اثرت عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا اخ الرئيس. شكرا.